اكرم توفيق. اكرم توفيق طيب، اكرم توفيق كلنا عارفين قصته، كلنا عارفين انه تمسك بعرض الشمال القطري وفضله على النادي الاهلي. كلنا عارفين انه لاوع وما جاش دغري مع اداره النادي، وفضل عمال يماطل 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 لحد لما يضمن عرض الشمال القطري في ايديه. وبعد كده بدا يتنطط علينا ويقول لنا انا عايز 30 و40 مليون والحكايه والروايه، عارف ان النادي الاهلي مش هيدفع كده عشان خاطر هو اوريدي موقع لنادي الشمال القطري. طيب كلنا عرفنا الكلام ده، وكنا الاول بنكذب نفسنا ونقول لا اكرم ما يعملهاش، اكرم ابن النادي، اكرم 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 مفاسة، اكرم اسد، اكرم النادي وقف جنبه كتير. وكنا دايما بنقول عليه واحد من ابناء النادي الاهلي، ولكن هو اثبت لنا عكس ذلك تماما. اكرم انسان محترم وشخصيه مصريه اصيله محترم، بس ملاوع، مش صريح. ما جاش دغري مع اداره النادي الاهلي وقال لهم يا جماعه انا عندي عرض، خليك جريء، خليك صريح، انا عندي عرض، انا كذا 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 كذا، ولو سمحتوا سيبوا ادوني فرصه اطلع احترف. تمام، لكن هو ما عملش كده لحد لما رئيس نادي الشمال القطري بنفسه اعلن ان فعلا اكرم توفيق هيبقى معاه من بدايه الصيف، وان اكرم توفيق موقع. فبالتالي النادي الاهلي خلاص بعد ما قدم العرض بتاعه اللي مش هيقدر يزود عن كده عشان خاطر اوضه اللبس له سقف مرتبات، فبالتالي اكرم توفيق النادي الاهلي وقف العرض بتاعه وخلاص اتاكدنا ان اكرم توفيق ماشي. حتى بدا الدقائق اللي كان بينزلها في المباريات كان بينزل كلنا شايفين بيتدلع، مش عايز يدخل من على مش عايز يعمل التحامات، مش عايز يجري، مش عايز يتعب نفسه، كان بيتمشى في الملعب بمعنى صح. وكل الجماهير بدات تهاجمه، كل الجماهير بدات تعترض على وجود اكرم توفيق في الملعب. واحنا قلنا خلاص اكرم توفيق ملوش لازمه انه يكون موجود حتى على دكه الاحتياطي، مش عايزينه خلاص. ده واحد ما فكره وعقله وقلبه ما بقاش مع النادي، فخلاص ما لوش لازمه حتى يلبس التيشيرت مره تاني. وكلنا قلنا الكلام ده. واذ نفوجئ ان وكيل اللاعبين بتاع اكرم توفيق الخاص باكرم توفيق بدا يتكلم مع اداره النادي الاهلي عشان يرجعوا يتفاوضوا معاه تاني. ليه؟ عشان حصل مشكله ما بينه وما بين اداره الشمال القطري، وفي بنود في العقد تقريبا ما اتفقوش عليها او رجعوا في كلامهم فيها، هو غير كلامه ما تفهمش فيه ايه. المشكله ان حصلت مشكله دلوقتي واكرم توفيق عايز يرجع تاني يتفاوض مع النادي الاهلي. وانا بقول لاداره النادي الاهلي، انا طبعا يعني ماليش لازمه، يعني اعوذ بالله من كلمه انا، بس كراي واحد من الجمهور، لا اكرم توفيق تاني لا. وبنقولها بالفم المليان، اكرم توفيق تاني باع النادي، واللي يبيعنا ما نشتريهوش. خلاص خد الفرصه واتنين وتلاته وقفنا جنبه كتير. اكرم توفيق خلاص ما ينفعش يلعب تاني في النادي الاهلي. عايزين بقى تجددوا عقده وتعملوها زي صفقه ربحيه او تعملوها بيزنس، بس ما يلعبش، وتيجوا اخر الموسم تكونوا بعتوه لنادي تاني وتستفيدوا منه ماديا، اتس اوكي. لكن اكرم توفيق ما يلبسش تيشيرت النادي الاهلي وينزل الملعب تاني، على الاخص ابتداء من الصيف الجاي، تمام، من العقد الجاي. ونتمنى ان احنا ما نشوفوش حتى من دلوقتي. اكرم توفيق خلاص، ما حتى الجمهور في المدرجات كله كان بيهتف ضده، فملهاش لازمه. ما تحركش نفسك يا اكرم، ما تحركش نفسك مع الجماهير ومع النادي. ما عادش حد بيحبك، تمام، احنا ما عدناش بنحبك. الله يسهل لك، ربنا يكرمك. نادي الشمال، نادي اليمين، نادي الجنوب، نادي اللي انت عايز تعمله تقوله. روح يا حبيبي اجري ورا الفلوس، مفيش مشكله، خليك هناك وان شاء الله ربنا يكرمك وتحقق اللي انت عايزه، بس بعيد عن النادي الاهلي. اكرم توفيق لا. وبنقولها لاداره النادي الاهلي كجمهور، اكرم توفيق لا. عايزين تجددوا له جددوا له وبيعوه، استفيدوا منه، اعتبروه بيزنس. لكن اكتر من كده لا، جمهور الاهلي مش عايز يشوف اكرم توفيق تاني. السلام عليكم.